يا اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم من المدرج. ماتشين للمنتخب من افضل الماتشات اللي الواحد شافهم الصراحه. بص بقى، بعد الماتش الدنيا ولعت، الدنيا سخنت شويه وبدانا نسمع كلام عن اهتمام اوروبا ببعض اللعيبه للمنتخب. يعني مثلا في كلام ان فالنسيا عينه على مصطفى شوبير، بس لحد دلوقتي مفيش عرض رسمي. ركز في الكلام. وبرضو احمد فتوح طلع عليه ان في اهتمام من جيرونا، نفس الحوار نفس الكلام، مفيش خطوة رسمية لسه لغاية دلوقتي. انما الصفقة الوحيدة اللي بجد هي اليون ديانج، راح فالنسيا عقد سنتين، وكمان في سنة اختيارية، ودي حاجة مهمة جدا لازم الواحد ياخد باله منها، ان النادي الاهلي بيعزز لاعيبته. يعني ايه سنة اختيارية من ضمن يختارها اللاعب او يختارها النادي، ودي حاجه مميزه تحسب للنادي الاهلي. عقد في مليون ونص، مليون ونص يورو. والراجل كان عنده عروض كتير من الخليج بفلوس كتير، بس قال لا انا عايز اوروبا. في الاخر ومن الاخر المنتخب كان حاجه مميزه، وكان وشه خير على اللعيبه. خلينا بس ايه ناخد مداخله تليفونيه. الكابتن محمد ابراهيم. يا كابتن محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا كابتن؟ الله يخليك، ازيك ازاي ازي حضرتك، وتحياتي لحضرتك وتحياتي لأسرة البرنامج. يا اهلا وسهلا يا فندم، منورني. كابتن محمد، عايز اخد راي حضرتك كده في المنتخب، وهل نقدر ان احنا نفرض سيطرتنا في كاس العالم؟ والله دايما طبعا يعني انا متفائل جدا جدا ان شاء الله باذن الله، متفائل جدا بوجود كابتن حسام حسن، لان انا من زمان كنت بنادي بوجود حسام حسن. مش تمام. عشان هو الاعلى فنيا في مصر، لا، علشان هو يمتلك مقومات مش موجوده عند اي مدرب، يمتلك مقومات المدير الفني منتخب مصر. يعني الوديتين يا كابتن، يعني دفعه معنويه محترمه ان احنا نتكلم فيها، ان احنا نبقى لينا رجل في كاس العالم، على الاقل نبقى يعني نطلع من المجموعه دي اول مجموعه، تاني مجموعه، خاصه ان المجموعه قويه يعني. لا طبعا انا عندي احساس طبعا ان شاء الله، متفائل جدا. احنا مجموعتنا بلجيكا وايران ونيوزيلندا. ايران بنسبه كبيره زي ما قلت قبل كده مع حضرتك، وقبل كده في برامج تانية قلت ان ايران بنسبه كبيره ممكن بسبب الاحداث ما تشاركش، فيبقى احنا بلجيكا ونيوزيلندا بس اللي معانا في المجموعه. وانا شايف ان بلجيكا مش اعلى من اسبانيا، ده احنا ما شاء الله ما شاء الله عملنا ماتش هايل هايل قدام اسبانيا. دي حقيقه. فان شاء الله نعمل اعلى واعلى قدام بلجيكا. احنا نيوزيلندا اتكلمنا في اعتقد الموضوع ده اقل كتير، شويه. احنا مصر يا فان شاء الله جماعه. انا متفائل، وبقول دايما بقول وبكتب على صفحاتي ان انا متفائل جدا ان احنا ممكن ناخد اول مجموعه، ليه لا؟ تمام. طب كابتن محمد، عايز اخد رأي حضرتك كده في نقطة تانية، يعني في تصرف حمدي فتحي، لان الناس السوشيال ميديا مقلوبة عليه. يعني ايه رأيك في الطرد بتاعه؟ والله يا زيمن، انا كحكم يعني معلش، هو طبعا احنا اختلفنا في الموضوع ده كحكام برضو. الموضوع انا كنت شايف الحكم يعني كان غير موفق بالمره في الماتش ده. كان في حاجات يعني بيحسبها علينا احنا بس، يعني ايه، انا لو هسمح بالالتحام هسمح بالالتحام هنا وهنا، لكن هو بيسمح بالالتحام ليهم هم بس، ولكن احنا لينا اي حاجه بيحسبها علينا. كان محجمنا. طب يعني نقدر نعمل بصراحه حاجة في كأس كان العالم في يا انذارات كابتن؟ تطلع وما طلعتش، كان في انذارات طلعت وما كانش لازم تطلع. فلكن هو موضوع حمدي فتحي بصراحه انا شايف ان كان في تهور، وكان ممكن يعني فعلا تستحق الانذار الثاني ويطرد عادي، ما عندناش مشكله. بس حمدي فتحي كان من ارجل اللعيبه في الملعب، وده كان حماس دي حقيقة. زايد، يعني اعتقد يعني ايه كانت فيها ما فيهاش توفيق شويه. لكن برضو انا فرحان والله يا زيمن، انا فرحان ان حمدي فتحي اتطرد. يعني ليه هنقدر بقى؟ نعمل حاجة في كأس العالم يا كابتن؟ علشان نتحط في نفس الموقف يا ده لو كابتن اتحطينا فيه محمد في رد ماتشات كاس عليا. العالم. احنا مرينا بالتجربه دي، وكان نفسي كمان يبقى اكتر من كده كمان. ما كانش طب هو يهمني نتيجه سامعني ولا الماتش مش قد سامعني؟ ما يهمني المواقف اللي احنا نتعرض ليها. يا كابتن محمد، احنا نقدر نعمل حاجة في كأس العالم؟ هنعمل ان شاء الله ان دايما شاء الله. باذن طب الله، عايز اخد باذن رأي الله حضرتك افتكر بقى في كلامي. حاجة تانية بسرعة اذا كده سريعا يا اذا كابتن. اذا ما فيش شروط يا زيمن، اذا توفرت الظروف والاجواء، واتحاد الكره وفر الظروف والاجواء لحسام حسن وخلاه يشتغل في جو كويس. حسام حسن اظهر لك خلال ماتش السعوديه واسبانيا ان عندك منتخب قوي وان هو مدير فني قوي. دي حقيقة. ليه ما نلغيش الدوري ونعمل له معسكر كويس؟ دي حقيقة. يا كابتن، انا عايز الحق اخد رأي حضرتك في حاجة مهمة. نعم، عايز الحق اخد رأي حضرتك في حاجة مهمة جدا. اتفضل اتفضل يا الاسماعيلي. باشا. الاسماعيلي ومباراة الحد. الاسماعيلي اه.
ده انا استغليت فرصه ان انت موجود معايا، لازم اخد راي حضرتك في الاسماعيلي ومباراه الحد وما يدور في الاسماعيلي. بصراحه زي ما انا يعني مش عايز اقول لحضرتك، انا ما كنتش حابب ان انا اتكلم على لا وانا الاسماعيلي، كمان لكن انا كمان طالع لان اتكلم على الوضع المنتخب، بس بقى صعب لازم خالص يعني. لازم اخد راي حضرتك. انا دلوقتي بشبه حضرتك، سامعني؟ انا سامعك. دلوقتي انا بشبه الاسماعيلي ده ببيتي اللي جاي له ازاله. يعني انا عايش في منطقه ارياف مثلا، وبيحصل عندنا موضوع الازاله ده بسبب مثلا حد باني من زمان وما عملش تراخيص وما دفعش الرسوم اللي عليه والحاجات دي، فالاسماعيلي فجاي له بيدفع ازاله ضريبه وبيته الكلام ده. بيتهد. فانا بشبه حاجه زي كده، احنا مش عارفين نعمل حاجه، انا مش عارف اعمل ايه، وعمالين نلف يمين وشمال. احنا كلجنه يعني كلجنه مؤقته او كاسماعيلاويه مش عارفين نعمل ايه، عمالين نلف عشان ندفع المصالحه ومش عارفين نعمل مصالحه. الاسماعيلي بيتي وبيتك يا زايمن وبيت كل اسماعيلاوي، وقرار الازاله اللي هيحصل ده هيتعمل، ولابد من الاسراع في عمل مصالحه وسداد ديون. احنا لازم نسدد الديون قبل ما البيت يتهد علينا وقبل دي ما يجي حقيقة. الناس تزيل البيت علينا. زايمن الاسماعيلي بقى له سنتين ثلاثه في الانعاش، وبنعمل له تنفس زي ما قلت لحضرتك قبل كده صناعي، ولسه عايش بقى له سنتين ثلاثه واكتر، بنعمل له بيعيش بجهاز التنفس الصناعي. دلوقتي احنا اصلا مش هنلاقي جهاز التنفس ولا هنلاقي اكسجين اصلا. انت دي عندك حقيقة. مشاكل اداريه عويصه. يعني انا مش عايز اقول لحضرتك سيبك من المشاكل الفنيه بقى، انت معرض للهبوط. كلنا بنكتب وعمالين نكتب دلوقتي وبنتكلم، ولسه كنت بتكلم مع حضرتك لازم الغاء الهبوط. دوري النهارده مش منتظم السنه دي، دوري اسوأ تحكيميا، عمالين نتحجج بالمنتخب عشان ده كله نلغي الهبوط ونلغي الهبوط عشان الاسماعيلي. طب المشكله بقى عايز اقول لحضرتك الاكبر بقى والزايمن، لو احنا المصالحه دي وسداد الديون دي لو ما عملناهاش، لو في هبوط وما سددناش، مش هتنزل درجه، مش هتنزل، ده انت هتنزل درجه رابعه مش هتنزل ثانيه بس. ده انا بقول لحضرتك النادي هيتشمع بالشمع الاحمر. ده انت عليك ديون وغرامات ومشاكل كبيره جدا ما لهاش حل دلوقتي غير اللي احنا يعني لازم كلنا يعني نتكاتف. يا كابتن طب لو ما محمد، فيش يعني هبوط يا زي كابتن ما محمد، سددتش، هل ده حل؟ لو ما سددتش وما فيش هبوط يعني الهبوط اتلغى، ما في يعني ده كده حل؟ لا طبعا، ده ما كده ما اتحلتش الموضوع ان انت كده هتدخل في اسوأ موسم في التاريخ بقى هيجي لك. دي حقيقة. هتبدا موسم جديد عليك غرامات وعليك مشاكل ديون، غراماته اكتر بكتير جدا جدا من اللي فات. طب ايه بشكرك يا الحلول كابتن بقى محمد. زي ما الواحد بشكرك يا كابتن، بشكرك. نخرج فاصل ونرجع نستقبل ضيفتنا الدكتورة إيمان للحديث أكتر عن العامل النفسي في كرة القدم والعامل النفسي في حياتنا. فاصل ونرجع لكم.